طبعا النهارده الفريق استأنف تدريباته بعد الحصول بالامس على راحه سلبيه استعدادا لمواجهه بتروجيت. المباراه بكره هتتلعب على استاد السلام الساعه 7 مساء باذن الله ضمن مباريات وجوله جديده من الدوري العام الاسبوع ال 12. مباراه هامه جدا، مباراه صعبه جدا. بتروجيت السنه دي ترتيبه في الدوري المركز السادس، صاعد من القسم الثاني، ولكن هذا الموسم مع الكابتن سيد عيد عامل نتائج متميزه جدا واداء رائع جدا. يكفي ان الفريق بيضم عدد مميز من اللاعبين، ابرزهم احمد رضا المنتقل حديثا الى الاهلي في انتقالات يناير، قد يتواجد في قائمه الاهلي، قد نشاهد غدا احمد رضا في تشكيل الاهلي او في قائمه الاهلي. كل ده هنعرفه النهارده بالتاكيد بعد ما يتم الاعلان عن القائمه، وباذن الله على مدار الحلقه اول ما الاهلي يعلن القائمه الرسميه لمباراه بتروجيت هتكون معانا على شاشه قناه الاهلي عشان نتكلم على قائمه الاهلي وابرز اللاعبين اللي موجودين في القائمه، واللي بنسبه كبيره مش هتختلف كتير عن القائمه اللي كانت موجوده في مباراه مودرن سبورت اللي الاهلي كسبها ب3 اهداف مقابل هدف. طبعا ناس كتير عايزه تطمن، اشرف داري، طاهر محمد طاهر، اشرف بن شرقي، طبعا تواجدهم في ماتش بتروجيت هيبقى صعب، ولكن نبدا نتكلم باذن الله من مباراه المحله ومباراه الاسماعيلي اللي بعدها. النهارده بنتكلم في يوم الاربعاء، الاهلي بكره هيلعب مع بتروجيت الخميس، الاسبوع ال 13 هيكون الثلاث اللي جاي مع غزل المحله، وبعدها على طول ب4 ايام الاهلي هيلعب مع الاسماعيلي يوم 16 فبراير في مواجهه اخيره قبل مواجهه القمه مع الزمالك يوم 22 فبراير. يعني بتروجيت، المحله، الاسماعيلي، مباراه الزمالك، 3 لقاءات جماهيريه للاهلي في 3 مباريات متتاليه مع المحله والاسماعيلي والزمالك. اعتقد مرحله مهمه جدا، محتاجين نركز اكتر على الدوري والنقاط وتدعيم الفريق في هذه الفتره من اجل حصد النقاط كامله في ظل المنافسه القويه مع بيراميدز اللي متصدر وفارق النقاط بينه وبين النادي الاهلي نقطه وحيده.